وشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معانا النهاردة ليسون 2. تمام. في منهج الساينس جريد 5. أوكي. بسم الله نبدأ أول جزئية معانا. إحنا هنكمل اللي بدأناه الخاص بالبلانت نيدز. تمام. ومعانا الأكتيفيتي 4 النهاردة بيتكلم هل السويل نيدد للبلانت ولا لأ. أنا محتاج السويل، النبات بتاعي محتاج سويل ولا لأ. تمام. محتاج سويل اللي هي التربه ولا لا. تمام. هنعمل تجربه او اكسبيرمنت. في الاكسبيرمنت ديت we will germinate يعني هننبت، يعني هيحصل في عمليه انبات وتحط بذره في الميه وتبدا تنبت، فهي germinate seeds in the soil and in a wet paper towel to compare the growth. يعني هنعمل اكسبيرمنت هنا، هنغير، عايزين نقيس الايفكت بتاع السويل، هل هتفيدني في حاجه ولا لا، هل مش فارق ان انا اخلي النبات في سويل او لا. فهنا هنستخدم سويل وهنستخدم ويت بيبر، منديل، ويت بيبر تاول، منديل. تمام. اللي معايا الاساسي معانا يا اولاد هيبقى ايه؟ السيدز. وهنستخدم هنا السيدز بتاعت البينز، بذور فول. تمام. وبعدين بيبر تاول كبديل للسويل. تمام. والسويل سويل بوت اللي هو الايه، القصريه بتاعت الزرع. تمام. يبقى انا عندي اول حاجه معايا السيدز، تاني حاجه معايا البيبر تاول، تالت حاجه معايا السويل بوت. وبعد كده احتاج الميه، الووتر، عشان نعمل ووترنج للبينز. تمام. وبليت مكان البوت دوت هنستخدم. هنشوف الخطوات بتاعتنا ازاي. ستيب نمبر 1، ستيبس هنا معانا الجيرمينيشن. كلمة جيرمينيشن يعني انبات، كلمة جيرمينيشن يعني انبات، لان انا بنبت، بس بسمح للبذور انها ايه، تنبت. بنستخدم هنا الووتر تو ويت البيبر تاول، بنجيب منديل نرش عليه ووتر. تمام. بعد كده بنحط عليه السيدز، فري سيدز مثلا فور اكزامبل. تمام. بتبقى ويت بيبر تاول اند فولد ذا بوتtom اب تو كفر ذا سيدز، بنغطي السيدز. تمام. بعد كده بنعمل جيرمينيشن. دي اول جزئيه، دي اول جزئيه. خلاص احنا عملنا عمليه جيرمينيشن فين؟ في البيبر، في البيبر تاول. هنعمل تاني جيرمينيشن بقى في السويل، في الايه، في السويل بان، في السويل بوت او السويل بان. السويل بوت بتاعتنا، تمام، بنحط فيها السيدز وبنغطيها بالسويل وبنعمل لها ووترنج بالميه في الناحيه، في المرتين. تمام. بنحطهم هما الاثنين place them in place where they can. احنا كده بنوفر لهم السان لايت عشان ما يبقاش في عوامل مختلفه تانية، وبنديهم الووتر اللي هم محتاجينها. خلاص يبقى معايا سان لايت ومعايا الووتر. خلاص. بنشوف بعد كده تشيك الجروس اوف السيدنج باستخدام رولر، استخدام مسطره، عشان تعرف بالمسطره ديت انت هل في نمو هنا ازيد ولا اقل. النيكست سيفرال دايز، خلال الايه، النيكست سيفرال دايز، خلال الايام اللي جايه. ايه الاوبزرفيشنز بتاعتك؟ انت هتلاحظ ايه؟ قال لك after 1 week الانيشيال جروث. كلمه انيشيال جروث يعني النمو المبدئي، النمو المبدئي، النمو الاولي. تمام. النمو المبدئي او الاولي initial growth of the seeds planted in the paper towel is similar to seeds planted in the soil. هنا لاحظ ان في الايام الاولانيه انه كانوا similar. تمام. في الايام الاوليه كانوا ايه؟ كانوا سيميلار، ما فرقش، اللي عمليه الانبات الاولانيه البسيطه ديت. تمام. اما after 2 weeks، after 2 weeks we found ايه بقى؟ نلاحظ هنا في الصوره ان البلانت بتاع السويل بوت is ايه؟ is taller than اللي هو كان planted فين؟ في التاول بيبر. اوكي. يبقى عندنا الجروس ريت هنا، الجروس ريت معدل النمو، معدل النمو، معدل النمو اوف السيدز للبذور ديت. تمام. كان سلور، سلور فين؟ في التاول، في البيبر تاول كان سلور زين السويل. يبقى معنى ذلك ان الفيرست ويك ما كانش فيه اي مشكله، كانوا الاثنين سيميلار. اما في السكند ويك هنلاقي ان اللي كان في البيبر تاول is slower، is slower than الايه، البلانتد في السويل. تمام. الكونكلوجن هنا او الملخص اللي هنا اللي احنا هنستنتجه او الاستنتاج بتاعنا بيقول لك ايه؟ ان السيدز كان جيرمينيت، ممكن انها يحصل لها جيرمينيت.
تمام without السويل. ممكن تجرمينيت without السويل زي المثال الجزء الاولاني after 1 week but. تمام. بس but ان انا بقى بعد كده بيحصل فيه slowing في الايه في الجروث. يبقى هنا السيدز كان germinate without soil كان germinate without soil if they obtain لو انت اديتهم الايه الووتر والsun light الووتر والايه والsun light. خلاص but finally they need soil to continue to growth يعني continuation او الاستمراريه في الجروث. عشان كده بعد اسبوعين كان فرقت بتحتاج الى soil. خلاص يبقى انا في البدايه في الجيرمينيشن it can germinate without soil but انها to continue الجروث بتاعها لابد انها يحصل لازم تلاقي soil تستخدم. هنا هناخد definition بسيط تعريف للايه للجيرمينيشن. it's a process هي process. تمام. البلانت sprouts بيبدأ يبرعم يتبرعم. تمام. بيبرعم كده بيطلع منه برعم صغير and begin to grow from seed begin to grow from الايه from seed. الجيرمينيشن عملية الانبات نفسها هي sprouts وgrow from السيد sprouts وgrow from السيدز يعني sprout وgrow منين من السيدز من البذور. check your understanding هنا مثال true or false. السيد germination if it is planted in dry towel هنا احنا كنا حاطينها في dry towel لا حطيناها في wet towel اوعى لخبطك wet towel. تمام. دي false. all seeds need soil in their initial growth. احنا قلنا في الانيشال growth السويل is not must. تمام. مش محتاجينها ضروري ولكن to continue الجروث محتاجين الايه السويل او to grow healthy. تمام يا ولاد ويا بنات. ماشي يا شباب. نيجي للسكند اكسبيرمنت او السكند اكتيفيتي. الاكتيفيتي هنا معانا بيقول لك ايه البيزك نيدز. تمام. هل الصن لايت يعتبر بيزك نيدز يعني هل الصن لايت لازم علشان النبات يحصل له جروث؟ ده اللي هنشوفه في الاكسبيرمنت بتاعتنا ديت. الاكسبيرمنت بسيطه جدا. جاب نفس السيدز بين سيدز وجاب ووتر وجاب 2 سويل بوتس 2 سمول بوتس حط فيهم سويل وحط السويل جواهم. خلاص هنا هيفرق في انا عايز اقيس ايه عايز اقيس الصن لايت. يبقى مره هعمل في وجود الصن لايت ومره هعمل في عدم وجود الايه الصن لايت يعني في الداركنس. اوكي. فاحنا هنعمل ايه ستيب بيقول لك اد السويل تو التو بوتس. بنحط السويل في التو بوتس يبقى عندنا قصريتين زرع. دي الليبل زي ما اي اور بي بتحط عليهم علامه بالرقم بتاعهم اي ام بي. تمام. بريس 1 بين سيد ان سويل فور ايتش بوت اند كفر ات 2 سنتيمتر اوف سويلز. بنحطها في السويل وبنغطيها ب 2 سم من السويل وبعد كده بنعمل لها بور سيم اماونت اوف ووتر. بنعمل لها ووترنج او بنحط ميه عليها نفس الكميه هنا وهنا. لازم نثبت الكميه عشان نثبت كل حاجه. المتغير الحاجه الوحيده اللي هتبقى معانا اللي تشينج بس اللي هي الصن لايت. ان ايتش بوت مويستن ذا سويل بليس البوت ايه بليس البوت ايه وير ات از ريسيفد اللايت. هنحط البوت ايه في اللايت. بوت ايه حطيناه هنا في الايه في الصن لايت والبوت بي حطيناه في الايه في الدارك يعني مفيش هنا صن بتحصل له. تمام. ايه الاكسبكتيشن بتاعتك هنا انا حطيت بلانت في الصن لايت وبلانت تاني في الداركنس. ممكن احنا بالراحه كده نستنتج ان اللي هيبقى في اللايت هنا تمام هيبقى الجروس بتاعه ايه اقل كتير. الجروس بتاعه يبقى اقل كتير من الايه من اللي في الصن لايت لان اصلا احنا واخدين قبل كده ان احنا بيحصل في حاجه اسمها فوتو سينثيسيس. فوتوسينثيسيس. وايه الفوتوسينثيسيس ديت؟ هي عمليه البناء الضوئي او اللي بيبني بيها الغذاء بتاعه عشان ينمو. فعمليه الفوتوسينثيسيس هتحصل هنا لوجود الصن لايت اما هنا مش هتحصل. فبالتالي الاكسبكتيشن بتاعي ان انا هيبقى الناحيه دي فيها فوتوسينثيسيس والناحيه دي مش هيبقى فيها فوتوسينثيسيس. اوكي يا شباب. اهم حاجه بس هنا في النقطه دي يا اولاد ان انت بتوتر بوث بلانتس ريجولارلي. بتحط فيهم ميه بمعدل ثابت هنا وهنا. عايز اكد على حاجه. الحاجه الوحيده اللي متغيره من هنا لهنا هي وجود الصن لايت او لا. تمام. كميه السويل واحده عدد البذور او عدد السيدز واحده. ما اجيبش نوع ونوع او هنا احط بذور اكتر من هنا. تمام. سويل واحده سيد واحده ووتر واحده. كل حاجه كل العوامل بتكون واحده وثابته.
تمام. ايه الاوبزرفيشن يا اولاد؟ احنا طبعا اكسبكت بتاعنا ان احنا هنلاقي ان بتاع البوت ايه اللي هو موجود في الصن، تمام، ده جرو هيلثي، جرو هيلثي بيبقى مصحصح كده وصحي، تمام. اما التاني جرو ان هيلثي اللي في الداركنس، اللي في الداركنس ايه؟ جرو ان هيلثي، جرو ان هيلثي، تمام. ولقينا كمان ات هاز مور نمبر اوف ليفز، عدد الورق، عدد الليفز كويس، ممتاز، تمام. وتولر ستيم، والستيم بتاعته ايه؟ طويله، والستيم بتاعته طويله، تمام. هنا بقى less number of ايه؟ of pale green leaves، ورق اصفر باهت، ورق اصفر باهت اخضر باهت يعني، تمام، او مصفر، تمام. وشورتر ستيم، وشورتر ستيم، شورتر ستيم. الكونكلوجن هنا ان السانلايت مهم ولا مش مهم يا جماعه للجروث؟ انه مهم. السانلايت is considered as a basic need for a plant to survive، تمام. because the plant uses the sunlight to make their own food، عشان الايه؟ عشان النبات بيستخدم السانلايت علشان يعمل زي الاون فود اللي هو قلنا عليه اسمه الايه؟ الجلوكوز، الجلوكوز او الشجر، تمام. leaves the sunlight allows the carbon dioxide to combine with the water to produce. خلي بالك هنا بقى عمليه الفوتو، هنا بيشرح عمليه الفوتو سينسز. الفوتو ايه؟ الفوتو سينسز. الفوتوسينثيز بيشرح لك انها عباره عن ايه؟ ان الصن لايت وجوده بيسمح او بيدي الطاقه لاتحاد الكربون دايوكسيد ان هو يتفاعل مع الايه؟ مع الووتر. يعني الكربون دايوكسيد، الكربون دايوكسيد عشان يتحد مع الووتر، تمام، لازم وجود ايه؟ وجود الصن لايت، هو اللي بيدي الطاقه لهذا التفاعل، هو بيدي الانرجي لهذا التفاعل، تمام كده. علشان يطلع لي ايه يا اولاد؟ عشان يطلع لي، مش انا دخلت كربون دايوكسيد هيطلع لي اكسجين، اكسجين. وايه الاكسجين ده بستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في التنفس، في الريسبيريشن بتاع الكائنات كلها، هو اللي بيجدد ثاني اكسيد الكربون. يبقى النبات حاجه كويسه للبيئه وللطبيعه ولا لا؟ او لينا كلنا ولا لا؟ حاجه جميله، تمام. تاني حاجه بيطلعها لنا او بيطلعها هو لنفسه كمان بيستخدمها، اللي هي الجلوكوز، الجلوكوز او الايه؟ او الشجر بتاعنا، اللي هو بيستخدمه ك their own energy، their own food او their own energy. الاكسجين جاز it is released to the air، بيطلع للهواء. used by humans، بنستخدمه عن طريق الهيومنز والانيمالز in the respiration process، في عمليه الايه؟ في عمليه التنفس، في عمليه الايه؟ التنفس. يبقى عندنا الاكسجين اللي بيطلع من عمليه الفوتوسينثيسيس، بس لازم يكون فيها ايه؟ لازم يكون فيها سان لايت ولا لا؟ يبقى العمليه دي لازم يكون فيها سان لايت. بدون السان لايت العمليه دي مش هتتم، بدون السان لايت العمليه دي مش هتتم، بدون السان لايت العمليه مش هتتم. خلاص يا ولاد؟ يبقى عندنا بعد كده الجلوكوز that gives the plant the needed energy to grow healthy، to grow healthy. هنا موجود معانا الدايجرام البسيط ده، بيقول لك ان انا عندي سان لايت، اللايت اللي جاي لنا من الصن ده لايت انرجي فروم، اللي جاي لنا منين؟ من الصن، تمام. والكربون دايوكسيد جاس ده جاي لنا منين؟ من الاير، مع الووتر، الووتر اللي جاي لنا من السويل او من اي مصدر، تمام. بيحصل عمليه الفوتوسينثيسيس بروسيس اللي بيطلع لنا منها حاجتين، واحد الجلوكوز اللي هو البلانت فود، تمام. رقم اتنين او نمبر 2 اللي هو الاكسجين جاس اللي بيطلع ريليزد تو الاير، ريليزد تو الاير بيخرج للهواء، اللي مين اللي بيستخدمه بعد كده؟ الهيومنز، الهيومنز والايه؟ والانيمالز في عمليه الريسبيريشن، في عمليه الريسبيريشن، تمام. تشيك يور اندرستاندينج. هنا بقول لك وزاوت السان لايت البلانت كان نوت جرو ويل، من غير السان لايت ما يقدرش ان هو جرو ويل. طبعا اجابه سليمه، تمام. السان لايت از ا بيزك نيد تو بلانت تو ميك ذير اون فود، طبعا. وزاوت السان لايت، وزاوت السان لايت البلانت مش بيعرف يعمل الاون فود، لان عمليه عمليه انتاج او برودكشن اوف الفود للنبات نفسه، للبلانت نفسه، هي اللي قدامك ديت بتحتاج ايه؟ سان لايت، كربون دايوكسيد، ووتر. دي عمليه اسمها الفوتوسينثيسيس بروسيس، من غير حاجه منهم مش بتكتمل هذه العمليه. واهم واحد فيهم الايه؟ اللايت، اهم واحد فيهم اللايت معانا هنا، من غيره هو اصلا مش هيتحدوا مع بعض ومش هيكتمل هذا التفاعل. تمام يا شباب؟ كده يا جماعه listen to خلص، تمام. هناخد some exercises هنا عليه. بيقول لك هنا ايه البروسيس، ايه البروسيس لسه قايلنا دلوقتي. ايه البروسيس؟ اولا احنا بنتكلم هنا عن بروسيس، صح كده؟ لحظه يا شباب معلش، ظبط القلم.
بقول لك ايه البروسيس اللي البلانت بيبدا ايه ستارت تو ايه سبراوت اند بيجين تو جرو. هو بيبدا يبرعم ويبدا ان هو ينمو. عمليه الايه قلنا عليها عمليه الجيرمينيشن. الجيرمينيشن عمليه الانبات، عمليه الايه الانبات او الجيرمينيشن. هل هي الفوتوسينثيسيس؟ لا. عمليه الفوتوسينثيسيس لو جالك ان هو ايه ميكز يور اون فود، ممكن يقول لك مثلا محتاج السان لايت، بيدخل فيها مثلا غاز كربون دايوكسيد، جاس بيستخدم فيها، ده الخاص بالفوتوسينثيسيس. اما عمليه الجيرمينيشن هي البروسيس اللي البلانت بيستارت ان هو ايه يسبراوت. سبراوت، ركز في الكلمه دي، سبراوت and begins to grow. بيبدا begins to grow begins to grow. السيد cannot germinate without، السيد cannot germinate without ايه؟ تمام. اولا cannot germinate، صعب ان السيد تنمو او تبرعم او تبدا تنبت، يعني انها تنبت من غير ايه؟ من غير ووتر، من غير سان لايت، من غير سويل. احنا عملنا اصلا اكسبيرمنت كانت بتقول ايه؟ ان السويل مش ضروري، السويل مش ضروري، تمام، بس انا محتاج ووتر ومحتاج سان لايت. مش احنا وفرنا ده في الاكسبيرمنت بتاعتنا؟ تبقى ايه ام بي الاجابه السليمه، انها محتاجه ووتر ومحتاجه سان لايت، محتاجه ووتر وسان لايت. اما السويل مش اساسيه، لان انا فاكر اللي هي البيبر تاول اللي انا استخدمتها كانستيد اوف الايه السويل. قلت في الفيرست ويك انا ممكن ما استخدمش، او there is no difference between الجروث في حاله في الفيرست ويك لما انا استخدمت سويل، او او انا استخدمت البيبر تاو. seeds cannot grow if they are placed in. ما يقدروش ان هم جرو لو انا حطيتهم فين؟ حطيته في السويل؟ لا طبعا. ويت كوتون بول؟ لا برضو. ويت بيبر تاول؟ لا. يبقى هي دراي، لان الدراي ما فيش ووتر. دراي يبقى انا كده منعت عنها الووتر، فبالتالي هي دراي بيبر تاول. لان التجربه بتاعتي كانت ويت بيبر تاول، وكانت سويل، وكانت ويت كوتون بول. ديت برضه ممكن تبقى بديل للايه للتعب. نمبر 4 البلانت بروديوسز. البلانت بيطلع علينا ايه بقى؟ ثرو الفوتوسينثيس بيطلع علينا ايه خلال الفوتوسينثيس بروسيس؟ احنا قلنا بيطلع حاجتين اتنين. بيطلع ايه؟ تو ايتمز. قلنا الاكسجين، اكسجين، اكسجين اللي هو بنستخدمه في الريسبيريشن للانيمالز والهيومن. وقلنا بيطلع لنا كمان جلوكوز. نشوف هو جايب لنا اختيارات ايه ونشوفها. اكسجين جاز، كلام سليم. كربون دايوكسيد لا، ده هو بياخد هنا بروديوس، خلي بالك هنا بروديوس، تمام. يبقى البلانت بروديوس بيطلع لنا اكسجين جاز، انما بيطلع لنا لا هو بيستهلك كربون دايوكسيد. بيطلع لنا ميه؟ لا. بيطلع لنا شوجر ثرو الفوتوسينثيس which gives it energy to grow. خلي بالك انا هنا شوف انا ايه، انا هنا اغير الاجابه بتاعتي ليه بقى؟ ركز معايا. انا قلت لك انه بيطلع جلوكوز، تمام، وبيطلع جلوكوز واكسجين، بس هنا حاطط لي اكسجين وحاطط لي شوجر اللي هو الجلوكوز، تمام. انا هختار ايه؟ هختار ايه؟ هو بيقول لك ذا بلانت بروديوس ثرو الفوتوسينثيس which gives it the energy to grow. ايه من دول؟ الاكسجين اللي بيدي له انرجي تو جرو ولا الاكسجين؟ يبقى الشوجر هو اللي بيدي له الايه الانرجي تو جرو، تمام. امتى اختار الاكسجين؟ لو جايب لك ان هو يوزد باي الايه الهيومن والانيمالز فور ريسبيريشن. نمبر 5 الجاز بروديوسد، the gas produced from the photosynthesis process is not gas. مين اللي بيطلع من الفوتوسينثيس بروسيس؟ الاكسجين، تمام. during الفوتوسينثيس بروسيس the green leaves takes. بياخدوا ايه الجرين ليفز دي؟ بتاخد ايه؟ from الاير to make their own. بياخدوا غاز، بياخدوا الجاز بتاع ايه؟ كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد to make their own food. in الفوتوسينثيس الsunlight allows، الsunlight allows ايه؟ not to combine and make الشوجر. احنا قلنا السان لايت with الووتر with الكربون دايوكسيد، فين؟ with الووتر with الكربون دايوكسيد. يبقى الاجابه بتاعتنا هي نمبر بي، نمبر بي، تمام كده يا شباب. خلاص يبقى انا عرفت كده ان انا الفوتوسينثيز محتاج لها سان لايت على ووتر وكربون دايوكسيد علشان اطلع اكسجين وايه؟ اكسجين وشوجر، اكسجين وشوجر. نعيدها تاني معلش، هنا اقولها لكم تاني عشان بس ما يحصلش لخبطه لحد. انا عندي سان لايت، سان لايت، وعندي ووتر، وعندي كربون دايوكسيد، كل دول مع بعض كده بيعملوا عمليه اسمها ايه؟ فوتوسينثيسيس. تمام. الفوتوسينثيسيس دي بنعمل فيها ايه بقى؟ الفوتوسينثيسيس يا ولاد
معلش نصلح دي. الفوتوسينثيز دي اللي بيطلع لنا فيها يا شباب، دي اللي بيطلع لنا فيها يا شباب ايه؟ حاجتين اساسيتين قلناهم، الاكسجين والشجري. الاكسجين عشان الانيمالز، عشان الانيمالز تعمل عمليه اسمها الريسبيريشنز، والهيومن كمان نفس الكلام. خلاص، يبقى عشان الانيمالز والايه والهيومنز. اما الشجر، الشجر اللي دوت هو الاون ده اللي بيستخدمه البلانت نفسه. البلانت يوز ات، يعني يوز ات فور ايه؟ تو بروديوس الانرجي، عشان يطلع منه الانرجي اللي بيستخدمها بتاعته. هنا put true or false. بقول لك جرين بلانت كان جرو. الجرين بلانت هنا جرين بلانت يعني يقدر يعمل عمليه، اول ما تلاقي جرين بلانت يعني يقدر يعمل عمليه الفوتوسينثيز. كان جرو ويل، ممكن ان هو ينمو كويس. if placed in dark room، in dark room for many days. طبعا دي غلط. لازم عشان ينمو كويس لازم احطه في لايتد روم او احطه في السان لايت. بلانتس ستيم، البلانتس ستيم احنا اتفقنا الستيم بتابسورب يا اولاد، وبتابسورب ايه؟ اكسجين فروم الاير. لا غلط طبعا، غلط غلط خالص يعني. تمام. مين اللي بيابسورب الاكسجين فروم الاير يا اولاد؟ اللي هي الليفز. الليفز هي اللي بتابسورب الاكسجين فروم الايه؟ فروم الاير. The soil is not a basic need for the plant. اجابه سليمه، لان احنا اصلا عملنا عمليه هي مش بيزك نيد ولكنها نيد تو عشان هيلثي جروث. تمام، عشان يطلع افضل يعني. تمام، هي مش بيزك نيد ولكنها احد النيدز اللي بيستخدم. seed could germinate in the absence of water and soil. هل هو يقدر يطلع؟ هو could germinate، ممكن ان هو germinate in the absence of soil، بس كمان الوتر لا. لا، يبقى هنا غلط، هنا غلط يا ولاد، هنا false. A seed in a water paper towel grow at a faster rate than the soil. غلط طبعا، العكس. السويل بتكون faster than الايه البيبر تاول. all seeds need water and soil in the initial growth. في الانيشال جروث بيحتاجوا ووتر طبعا. تمام، انما سويل لا، يبقى غلط. at night the plants use the moonlight to make photosynthesis. غلط، غلط. هو بيستخدم الصن لايت يا ولاد، بيستخدم الصن لايت، هو ده اللي enough اصلا. in dark، الدارك مش it's not enough. sunlight is very necessary to plant to survive. ايوه طبعا دي حاجه سليمه، طبعا حاجه اساسيه. السيد could germinate in dry paper towel. غلط، هي wet paper towel. wet paper towel. plants obtain the needed nutrients and water from الايه؟ from الايه. انا باخد الايه؟ باخد الووتر والنيوترينتس من الايه؟ من السويل، من السويل. الاكسجين gas is absorbed by plant leaves to make the photosynthesis process. الاكسجين gas is absorbed by plant leaves. تمام، to make the photosynthesis. انا بستخدم ايه لعمليه الفوتوسينثيسيس؟ مش الاكسجين، انا بطلع اكسجين، انما ديت هي بستخدم كربون داي اوكسيد. الكربون داي اوكسيد gas is produced from the photosynthesis process and help us to breathe. اللي بيساعدنا في عمليه البريث او respiration هو الكربون داي اوكسيد ولا الاكسجين؟ الاكسجين. البلانت روتس absorb sunlight and carbon dioxide gas from the air. الروتس هي بتاخد الكربون دايوكسيد والسان لايت؟ لا طبعا الليفز الورق بتاعنا هو اللي بياخد الايه؟ السان لايت، وبياخد الكربون دايوكسيد من الايه؟ من الاير. الاخير رايت ساينتفك تيرم. البروسيس دي بروسيس، احنا خدنا كذا بروسيس، خدنا الجيرمينيشن وخدنا الفوتوسينثيسيس وخدنا ممكن الريسبيريشن عن نفر عنها خلفيه. ان البلانت بيعمل ايه هنا؟ ميك اتس اون فود. ميك اتس اون فود يبقى فوتوسينثيسيس على طول. فوتوسينثيسيس. ذا جاس بروديوسد باي الفوتو، اللي بيطلع لنا من الفوتوسينثيسيس هو مين؟ اكسجين. ذا بروسيس in which البلانت هنا البروسيس الثانيه اهيت اللي هو بيحصل له سبراوتس وبيجان تو جرو، بيبدا ان هو جرو. تمام، يبقى مين؟ يبقى عمليه الجيرمينيشن. اخر سؤال معانا يا اولاد هنخلصه النهارده. بقول لك the initial growth of the seed it needs water and
في الانيشال جروث، في عمليه النمو المبدئي او النمو الاولي بتاع النبات، النمو الاولي بتاع البلانت او بتاعت السيد نفسها، احنا بنحتاج ايه؟ بنحتاج ووتر وصن لايت، بنحتاج ووتر وصن ايه؟ صن لايت. خلاص معلش ورا حته التسهيليات اللي مش نعملها كده، المهم صن لايت. in the absence of ايه؟ in the absence of the soil. ومش محتاج قوي السويل لان انا استخدمت البيبر تاول بالتجربه بتاعتي. plants produce not and not during the photosynthesis. بيطلع لنا ايه؟ بيطلع لنا اكسجين، بيطلع اكسجين اللي بنستخدمه الانيمالز والهيومنز في عمليه الريسبيريشن او البريث. وبيطلع لنا كمان جلوكوز، عايز تقول جلوكوز، عايز تقول شوجر، ماشي، اللي هو يعتبر الفود بتاع النبات نفسه، اللي هو بيطلع اللي بيديله الانرجي بتاعته. A growing a growing seed in wet paper towel. احنا هنا التجربه اللي هي الاكتيفيتي الاولانيه need to be transferred to a soil، ان احنا ننقلها للسويل after a while to complete الجروث. لان احنا قلنا في الفيرست ويك ما كانش فيه مشكله، بس السكند ويك كان لقينا ان الجروث ريت او معدل النمو بتاعه كان سلوه. بقول لك ان الفوتوسينثيس بروسيس البلانت يوز نقط جاز، بيستخدم ايه؟ كربون دايوكسيد، كربون دايوكسيد جاز اند ريليز، وبيطلع لنا غاز ايه؟ الاكسجين، اكسجين، طلع لنا جاز الاكسجين. ذا فوتوسينثيس هابنز ان ذا بلانت، بيحصل فين في البلانتس ايه؟ ليفز، بيحصل في الليفز. قلنا مصنع الايه؟ مصنع الفود بتاعه is one of the products of the process which supplies the plant which supplies ايه. هنا بقى انا في الاول مش هعرف اجاوب، لازم اشوف ده which supplies the plant with needed energy. ايه اللي بيدي needed energy للبلانت؟ الشجر، يبقى produces الشجر. تمام، produce الشجر is one of the products. مين هو بقى؟ لا مثلا نرجع كده، معلش نرجع لحظه. one of the product of the، يبقى هو الشجر، هنقولها هنا يبقى الشجر هو one of the product of ايه؟ of الفوتوسينثيسيس. البروسيس اسمها ايه؟ فوتوسينثيسيس. خلاص بقى مش هنقعد نكتبها كل شويه. تمام. when البلانت cannot make photosynthesis process it leaves becomes ايه؟ pale، بتبقى pale، pale green. pale green يعني ايه pale green؟ يعني اخضر باهت. اخضر باهت ده بلان كده اصفر مش حلو. which is absorbed from the soil by the plant. in green plants sunlight allow carbon dioxide gas to combine with carbon dioxide. قلنا بيكومباين with الايه؟ with الووتر، صح؟ في عمليه الفوتوسينثيسيس. تمام. which absorbs from السويل by the plants. الووتر جايه منين؟ من السويل. مين اللي عاملاها ابسوربشن؟ الروت. خلاص، يعني احنا بنربط كده الجزء الاولاني في الليسون 1 في الليسون 2. اوكي يا اولاد، حب كده الحمد لله كده خلصنا المحاضره. تمام. في جزء اسئله تاني ممكن هسيبه لكم كده، بصوا عليه كده او حد يعمل له سكرين، حلوه وابعتوا لي الاجابات على في الكومنتس. تمام، يبقى كده خلصنا ليسون 2. تحياتي لكم يا شباب، اشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه بامر الله. مع السلامه.